الحاج يا خالف، خرام طلعت جرت الشيكابيكا، احنا غفلناك واليورانيوم بتاعنا زي الفل. حتى تعال دوج يا برامب بنفسك. تقول ازاي يا عمده؟ ده شيكابيكا اما تقول احنا نفذنا الضربه الاقوى والادق في التاريخ، اقول لك تاخد شقه بطيخ. برامب ياض يا خالف طلع الصبح على منصه اكس وقال لك الطيارات الشبحيه بتاعتنا طلعت وعملت الجلاشه، وقال لك يا خالف انها خلصت على اهم 3 مواقع منويه في خيران اللي هي المناطق اللي تحتها انفاق لا مؤاخذه نازله تحت 80 90 متر. وانا دلوقتي اما اكتب لكم بعد ما الطيارات بتاعتنا خرجت من مجال الجو الخيراني ونفذنا الكلام ده بالطيارات الاقوى بالعالم وقذايف بي 2 اللي كانت شايله يا خالف 12 بومبه جي بي يو الخارقه للتحصينات اللي وزنها تقيل جوي. وقال لك يا خالف هي دي الوحيده اللي قادره على اختراق تحصينات المواقع اللي مدفونه تحت الارض. راح ايه بقى يا خالف؟ خيران قالت له مش انتم متغفلونا بقالكم اسبوعين وعمالين مش هنضرب وعاملين فاجئتونا؟ قال له خد بقى في عينك التغفيله الكبرى. خلف والله العظيم غفلوهم، قالوا لهم احنا نقلنا اليورانيوم المخصب كله في مناطق سريه وسيبنا لكم الاماكن دي شكلك ايه هياكل خدعه. هي دي الضربه الاقوى في التاريخ يا برام. تعال يا حبيب ماما اقول لك انا ايه هي الضربه الاقوى في التاريخ. الاقوى في التاريخ يا خلف الواحد التقيل جو اللي بعته خيران على صراع من يومين، الخازوق المغري اللي عدى من كل انظمه الدفاع الاسرائيليه ونزل هذا خلف على دماغ اسراء الساعه 4 الفجر كانهم ظابطين المنبه. اصحى اصحى، ده انت هو فوق، خد على عينك. ايوه بس ده واحد بس يا عمده. اقول لك ايوه واحد بس مظبوط، ما هو مش بالكتره والطول، بالمفعول. تسالنا خلف وتقول لي طب ازاي الواحد ده عدى كيه من كل انظمه الدفاع بتاعتهم؟ ده واحد. اقول لك ما اصل خيران عملت قبلها عمليه صبرانيه على انظمه الدفاع كلها خلتها تتشل. اتلخبطوا يا ولدان، ما بقوش شايفين عدو من حبيب غطرشوا، كانوا فاكرين اللي نزل عليهم زبادي بالخلاط يا خالف، خدوا الزبادي في بوجهم وخدوا التاني في طيبه قلبهم. لا وكمان يا خالف بعتوا لهم طيارات مسيره وهميه، طيارات مسيره رخيصه زي اللي كنت اما الطياره في المعموره كده البحر. فقوم ايه بقى انظمه الدفاع كلها اتزاولت بقى. طب ما تضرب على الفاضي في الهواء هوبا تنطر فوق وينزل على الفاضي تخسر فلوس. ما عشان تصد مش ببلاش يا خالف، ده عشان تصد واحد بتطلع حاجه ثمنها 100,000 دولار. عارف يا خالف اما يقول لك تكلفه اليوم الواحد في لما يحصل في اسراء ده ثمنه 500 مليون دولار. والواحد اللي بعت طخران ده كان تقيل جاوي، شايل في عبه 26 وحده صغيره، اول ما يجربوا من هدفهم هوبا ينفجروا كلهم سوا ما حدش عارف يوقفهم. خرام بقى يا خلف وجهت 5 كفوف مدوره الاسراء خلوها تلف حوالين نفسها. واحد كيب الصلاه على النبي استهدفوا المركز الامن الحساس. 2 بقى قاعده جويه اسمها تيل نوف، ودي اهم قاعده جويه عندهم. دي بقى خلوه فيها وحدات المظلات ووحدات ال3 5 والوحدات اللي لما تدير الحرب الالكترونيه في الجو. ومش كده بس، دي فيها سرب طيارات الماني. تقول لي بس كده يا عمده؟ اقول لك لا مش بس كده، ما استغلاش عنك حاجه يا خالف. دي فيها كمان المستودعات الخاصه بالطيارات الهجوميه. ومش كده بس، اقول لك على التقيله دي فيها كمان الحاجات المنويه. يعني صراحه خلف لو حبت ترد الكترونيا او بالاسلحه التقيله اياها كانت اما تطلع من القاعده دي، بس خلاص القاعده قعدت واتقفلت. فصراحه بقى زعلانه جدا وبتقول لك لما هم عملوا فينا كده من دلوقتي، امال لو معاهم الشغل التقيل اياه يعملوا فينا ايه؟ تيجي تقول لي يا عم ده هم ركزوا على القاعده دي بس، اقول لك لا يا حبيبي، دول خدوا زياره كمان يا خلف وراحوا لقاعده نيفاتيم الجويه. دي القاعده اللي فيها الطيارات الاف 35 اللي بعتها لهم شيكابيكا، وفيها كمان مقر السلاح الجوي كله يا خلف. وزاروا كمان يا خلف شركه رافائيل لما تصنع انظمه الدفاع كلها والطيران المسير بتاعهم. تقول لي دول ما سابوش حاجه يا عمده، اقول لك وزاروا كمان قاعده عفاده. لا دي مش بلد عندنا في المنيا، دي قاعده اسمها كده. وزنبقوا كمان المجتمعات الصناعيه وشويه مناطق في حيفا والجليل وتل هباب. والاسرائيليين دلوقتي اغلبهم طالعين على البحر كل ما يركب المراكب ويهرب على قبرص عشان الكهرباء اتقطعت وعايشين في ضلمه والاتصالات وجعت. لا يا خالف لا اتصالات ولا موبينيل، كله وجع يا ليشع. والله حتى لو جابوا عمرو دياب يغني للجرايب وللحبايب ما حدش يعرف يكلم حد تاني. والشركات كلها هربت والبورصه نازله على السلالم زي العروسه يا ما شاء الله عليها، عروستنا حلوه والخوازيق والصواريخ في عينيها. تكلفه الدفاع بس كل 3 ايام اما تعدي 3 مليار دولار. الاصابات كتيره والاعلام مكتم وكل ما يستخبى في الملاجئ والصفافير شغاله على ودنه. اما يقول لك النت
لابس الخوذه حتى في الحمام. ودلوقتي بقى في دعوات كتيره جدا للهروب الجماعي في اسراء، بس الغريب بقى ان لما يقولوا لهم اهربوا على الحدود الجنوبيه ناحيه مصر عن طريق معبر طابه، راح على طول الجيش المصري يا خلف قال لهم يبقى قابلوني ونزل استلم معبر طابه. والحكومه في اسراء اما تقول لهم لو ده مش مستقره مع مصر والجيش قافل الحدود بالضبه والمفتاح وقعوا تروحوا ينفخوكوا، وراحوا منزلين الفرقه 98 على حدودهم مع مصر عشان يمنعوا الهروب الجماعي. والوزيره بتاعتهم طلعت قالت ممنوع السفر بره البلد. ما تخافيش من غير ما تمنع، ده احنا ما رضيناش ناخد اخواتنا الفلسطينيين هناخدكم انتوا. وراح طالع بن غفير وقال لك اللي هيفرح بانكسارنا هنديله فوق دماغه. ففجاه كده وهو ماشي بالموكب بتاعه لقى الناس كلها طالعين فوق دماغه، اما يضربوه باللي في رجله، اما يكب عليه ميه بهدلوه. قالوا له ايه اللي وداك عند جيران لما انت مش قدهم؟ تخيل خلف قال لهم ايه؟ قال لهم انا ما كنتش اعرف ان الصواريخ بتاعتهم جامده قوي كده. ولما انت ما تعرفش يا حزين على عين امك إيه اللي وداك هناك. خد هنا بن غفير، عايز اقول لك على حاجه بما انك مش اما تعرف. اوعى تجيب سيره التهجير لمصر تاني، عشان الوضع عاد مع مصر مختلف. جيران شغاله من غير دبابات ومن غير مدفعيه ومن غير طيارات متخفيه ولا مخابرات حربيه عارفه النت لما يغسل كلته فين، ولا حدود مشتركه مع 120 مليون ممكن يطلعوا ياكلوكوا. ايوه فلموا نفسكوا كده عشان قبل ما تفكروا تلعبوا معانا هتبقوا مش موجودين. وتحيا مصر وتحيه للراجل ده اللي حدث الجيش وكاد العوازل. فتح عينك كده بص حواليك، بص ادي خلف كل البلاد حوالينا متخربقه، سوريا السودان ليبيا حتى اسراء، مفيش غير البلد دي هي اللي واقفه على رجليها خلف بفضل الجيش ده والراجل ده والشعب ده. وخلي السلاح صاحي. ولو عجبك المحتوى اللي لما يقدم العمده ادعمه، ولو عجبك الكلام بتاعي دوس لايك واشترك في القناه بتاع اليوتيوب الجديده. واللي يجي على مصر يستاهل زخف عمدتها شيروا له وابعتوا له.